في زوايا العقل تتشكل الأفكار، بعضها كنور الصباح يضيء الدروب، وبعضها كغيمة قاتمة تخنق الأفق. نحن لا نرى الحياة كما هي، بل كما ترسمها خواطرنا في أعماقنا. فكم من إنسان أغلق عينيه عن النعم فلم يرى إلا الفقد، وكم من قلب سجن نفسه في دوامة النقص، بينما الحياة من حوله تزهر بالخير والعطاء. الحزن ليس قدرا محتوما، بل فكرة تسللت إلى العقل حتى استوطنت، حتى باتت صوتا داخليا يهمس: أنت لا تستطيع، أنت لا تملك، أنت لا تستحق. وهنا يغدو الإنسان سجين وهمه، أسير هواجسه، غير مدرك أن مفتاح السعادة بين يديه، لكنه لم يتجرأ على استخدامه. ألم يقل الله تعالى: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الحزن ذلك الشعور الذي يستنزف أرواحنا، ما هو إلا سلاح يستخدمه الشيطان ليحرفنا عن نور الله، ليجعلنا نرى العتمة حيث كان يمكننا أن نرى النور، ليغرينا بالاستسلام حيث كنا قادرين على النهوض. لكن هل نحن حقا ضعفاء؟ أم أننا من منحنا هذا الضعف قوة حين صدقناه؟ كل فكرة نسمح لها بالتكرار تتحول إلى اعتقاد، وكل اعتقاد يتجذر في أعماقنا ليصبح حقيقة نعيشها. من آمن بأنه عاجز عاش في قيود وهمية، ومن آمن بأنه قادر تجاوز المستحيل. تأمل ذلك الإنسان الذي يخشى الفشل يردد في داخله: لن أنجح، فيتحول خوفه إلى قناعة، وقناعته إلى شعور، وشعوره إلى تصرف، فإذا به يتجنب المحاولة فتصدق نبوءته. يفشل لا لأنه لم يكن قادرا، بل لأنه لم يؤمن بأنه قادر. وفي المقابل هناك من يواجه الحياة بثقة، يردد في داخله: الله معي ولن يضيعني. يسعى، يجتهد، يتعثر، لكنه لا ييأس، لأن عقله الباطن لا يعرف إلا لغة واحدة: النجاح قادم والخير أقرب مما أظن. وهنا يأتي وعد الله لعباده، أولئك الذين لم يسمحوا للأفكار السلبية أن تسيطر على أرواحهم. فاصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. صدق الله العظيم. التسبيح ذلك السر العظيم، لا يمحو فقط الأحزان، بل يعيد تشكيل الفكر، يملأ القلب بالطمأنينة، ويغمر الروح بالسكينة. حين تسبح فأنت لا تردد كلمات، بل تهذب عقلك، تغذي قلبك باليقين، وترى الحياة بعيون ممتلئة بالرضا. أنت لست وحدك، لم تخلق عبثا، ولم تترك للنسيان. هناك قوة عظيمة ترعاك، هناك يد خفية ترتب قدرك، هناك الله الذي لا يأتي منه إلا الخير، حتى وإن خفي عنك حكمته. ألم تدرك بعد؟ الطمأنينة ليست في غياب المشكلات، بل في حضور الله في قلبك. والسعادة ليست في امتلاك كل شيء، بل في الإيمان بأن ما لديك هو بالضبط ما تحتاجه. لذا تحكم في أفكارك، تحكم فيما تهمس به لنفسك، لأن الحياة لن تعطيك أكثر مما تؤمن بأنك تستحقه. اختر كلماتك،
فإنها تزرع أفكارك. اختر أفكارك فإنها تشكل مشاعرك. اختر مشاعرك فإنها تحدد قراراتك. واختر قراراتك لأنها تصنع قدرك. وأخيرا تذكر دائما: وعلى الله فليتوكل المؤمنون.